الراجل اللي كل ما يجي يتكلم مع مراته وكلامها ما يعجبهوش فيمد ايده عليها ويضربها ويغلط فيها ويهينها، يا ترى ده نسميه ايه؟ هو حضرتك لو زوجتك دي اقوى منك جسديا او حتى في نفس قوتك كنت هتقدر تمد ايدك عليها؟ ولا انت بتستقوى عليها عشان عارف انها مش هتقدر تدافع عن نفسها وتصد ضربك ده؟ يعني انت تقدر تعمل كده مع حد من اصحابك كل ما يقولك اي كلمة ما تعجبكش تقوم مديله بالقلم على وشه؟ ولا هتخاف يمد ايده عليك زي ما انت عملت ويضربك؟ ولا انت حاسس انها ملهاش مكان تاني غير بيتك ومهما عملت فيها هي هتستحمل وتعيش عشان خاطر اولادها فبتفتري عليها؟ طيب ليه الافتراء؟ ضرب الزوج لزوجته عمره ما كان قوة، بالعكس ده بيكشف ضعف وعجز الزوج عن التعامل مع زوجته والتفاهم معاها. انت كده ضعيف الشخصية، مش شخص قوي خالص. مراتك دي خدتها من بيت اهلها معززة مكرمة، اكرمها انت كمان زي ما كانت مكرمة. انت متجوزها عشان تضربها وتهينها ولا علشان تحبها وتقدرها وتحميها؟ دي حمايتها مسؤوليتك انت ملزم تحميها. غالبا النوع ده من الرجالة بتخاف من الست القوية، بتخاف ان هو ما يقدرش يسيطر عليها فبيحاول دايما يكسرها ويذلها ويحس انها ضعيفة الشخصية عشان يقدر يسيطر عليها، والحقيقة ان هو اللي بيبقى ضعيف الشخصية. وفي رجالة لما بتلاقي ان اهل الزوجة ناس محترمين ملهمش في المشاكل، يعني بمعنى اصح بيستقوى. الشخص الضعيف اللي بيعمل كده بيدمر اسرته كلها. زوجته اللي حتى لو رجع صالحها من جواها مش هتصفى، ومرة على مرة هتحس انها مش طايقة العيشة معاه. واولاده اللي بيشوفوا مامتهم بتتضرب وبتتهان قدامهم هيتحول حبهم ليك لكره كبير قوي انت مش قده، وهيبقى قدامهم حل من الاتنين، لا اما يكرهوك ويهينوك دفاعا عن مامتهم، لا اما هيهينوها هي، لان ده بالنسبه ليهم هيبقى شيء عادي وطبيعي، وهيكبروا ويقلدوك لما يتجوزوا. وفي الحالتين انت كده دمرتهم وحرمتهم من جو العيله الهادي اللي يقدروا فيه يذاكروا ويركزوا في مستقبلهم. لان العنف الاسري ليه تاثير كبير جدا على الاولاد. انت بتوصلهم انهم بيخافوا يناموا اصلا، بيصحوا بالليل على كوابيس واحلام وحشه، دايما حاسين بالذنب اتجاه مامتهم. العنف اتجاه اصدقائهم بيحاولوا يعملوا اي مشكله معاهم، دايما زعلانين وخايفين ان هم يعبروا عن اللي جواهم لحسن يتضربوا هم كمان، ما عندهمش ثقه في نفسهم. اكيد اي مشكله بيبقى ليها كذا طريقه حل بالتفاهم والهدوء بعيدا عن العنف. وما تقولش اصل ما بقدرش اسيطر على اعصابي، لا لازم تقدر. لما تحس انك متعصب امشي من قدامهم خالص لحد ما تهدى. مراتك واولادك مالهمش اي ذنب في عصبيتك دي، والاكيد انك مش هتقبل ان جوز بنتك بعد كده يضرب بنتك. قوتك وعضلاتك اللي ربنا اداها لك استخدمها في حمايه مراتك واولادك بدل ما انت بتستخدمها في ايذائهم.